السلام عليكم. أيوة عبد الرحمن. ايش رايك يا اخ عبد الله بالكلام اللي يقوله هذا الشينمي؟ الشيبي هذا رجل تافه حقير، لا يمثل عروبة ولا يمثل الكويت. يتكلم باسم الوحدة اليمنية ولا يعرف عن ما يتكلم عن تبع ولا يعرف تبع، يتكلم عن سبع ولا يعرف من هي سبع. بالنسبة للجنوبيين أصحاب الكفرة، نقول الجنوبيين الجنوبيين أصحاب الكفرة تفضل يوافع يقول لك انفصال ويقول لك سرقونا نهبونا. قلنا كان الجنوب لأنقرة كان معه أكبر جنوبي ضمر 4 شمزان طقم واحد وثنتين فوق. الآن كمان جنوبي قام 4 دواليب ملابس. المفروض أن الجنوبيين هم اللي يقدسوا الوحدة، لأن بيان قبل الوحدة كان جدك كنا مقاول مع مؤسسة باسمه، كان الشمالي بالخليج مع مؤسسة باسمه مقاول، كان يمشي زي الخليجي. لما توحدنا مع العبيدة وذا والهنود الحمراء وذا رجعنا مثل عبي. والآن يقول لك الشمالي ندها بشيء. يا أخي والله لولا التحالف أن العودي قردكم عبيد زي ما كانوا بريطاني رجعوا وخذوا قبزة وقولوا على الله زلمان ويكم التقابل لكم. أما بالنسبة أصحاب الانفصاليين وذا اللي جاوا من الشواطئ والموانئ البحرية لليمن علي عبد الله صالح الزلمة ما كانش يقصر. لما جاء قال له افريقيا اديله بطاقة يمنية، واحد من حاشد واحد من بكير واحد من زلكم الجمهورية، قسمنا لكم جنسيات سكرناكم بزيكم الأرض مو تشتوا. أنت تقول انفصال، ايش انفصال؟ كذب أبوك أن أنت يمين تقول انفصال. في واحد ينكر اسمه يقول أنا ما أنا من الجنوب العربي. اليوم العالم يحلم أنه يمني، لأن اليمين لمن ينتمي؟ ما أنت جري ما تعرف أصلا اليمين لمن ينتمي. هل تعرف أن اليمين ينتمي للأسود الخزرج؟ هل تعرف منهم أسود الخزرج؟ هل تعرف منهم أخوان رسول الله؟ هم أهل اليمن. أنصار رسول الله وأخوان رسول الله هم اليمنيين. يقول لي أنا جنوب عربي انفصال. تعلم اللغة العربية. كيف الانفصال؟ والله لو يدري انك انا راح المكلا كان اتكلم. تعرف انت الحين كورنيش حق المكلا كان اسمه العيقه، الحين كورنيش ومنتزهات وحدائق. يقول لك الشماليين جاوا يسرقوا، احنا ايش سرقوكم؟ خليناكم بناشر حلال بس بنا بدل ما كنتوا تبنشروا. ما كان فيش جنوبي يتحدي ابوه يمسك ميك حق مذيع او مراسل قناه ويسب الحزب اللي كان يحكمه. الان انتم بديمقراطيه بحريه، ويوم ما يرتك العبوديه وما يرتك تكون عبد جيت اقول لك شمالي صاحب عربيه. ما انت رجال ما واجه بالمعركه، لكن صاحب العربي اللي جاي يخدمك يبيع لك بطاط تصلح لعيالك ومرتك شيبس، اللي كانوا يشتروا الفلفل بالدرزن. كنت تروح عند صاحب البسطه الخضراء والبقالات تدور نص درزن فلفل واللي ربع درزن 3 قرون. اليوم الشمالي ببيتك يبيع لك شوال فلفل طحان وزوخل. الشمالي بعد الوحده كنا نبيع لكم برتقال من مرب ابو سره نقول لكم هذا امريكي خارجي تشترى في 400 لانك ما تعرفوش. جدك مات ناقص عدد فيتامينات ما قمش فواكه، وانت الان الحمد لله الوحده خليتك رجال. فلسفه الذي احسن، خليك سياسي محنك قول انا يمني، افتخر بيمونتك افتخر باصلك. لكن ادينا لك تاريخ احنا غلطانين يوم دخلك يمني. المفروض بدل ما تقول يرحلوا الشماليين من حقك تقول يرحلوا الشماليين، لان القاده الشماليين اللي مزقوا الدوله 33 سنه حمير ابناء حمير. لما اعطوك جنسيه يمني وانت هندي احمر. وتحدي في جنوبي اللي يقول انفصال، اتحدي يدي لي اسم سابع جدنا ويمني. يقول لك علي محمد ناصر بقى شوي بس اعطى. نحن نحترم الحضارم والجنوبيين لديهم اصول. اما هذا اللي يجي بقبق لك بالانفصال اتحدي ابوه يثبت لنا يده يمني. صح من حقه تقول يرحلوا، لانه حتى هنا بالخليج البنجالي لما يوصل له ناط لعل والده يشرب بالخليج يعيش الشهرين قالت مخ كلا طبيعتكم الغدر والخيانه. اما مثلا اخوي يجلسكم يقولوا. اما بالنسبه للشيرمي هذا الحمار ابن الحمار النذل ابن النذل لا يشوف اسم التحالف ويعرف ان الان لما يقول اليمن ما يقاومش كذب ابوك. اليمن ان الان ثلث الشعب اللي يحارب مع الحوثي ربع الشعب، واما ثلثين الشعب مع المقاومه. هم اليمنيين يقتلوا مع بعضهم. لا تدخل نفسك بحاجه ما هي اليك، انت شغلك معروف صح وانا اشكرك. والغلط عند وزاره الاعلام انك انت ما عندك حجه وظفوك بغير مكانك المناسب. انت تصلح تبع رقاصه جيش تمدحه، تصلح برضه معلق بمباراه حق اطفال انا اتكلم بحق طفوله. ما يقدر يتكلم كلام رجال. الحراك اصحاب القرم شنو الجنوب حق ابوك الجنوب تسلمه. من حضرتك لما تقول اتكلم عن اليمن بتقسيم اليمن؟ محمد عليه الصلاه والسلام افتخر باليمن. الله سبحانه وتعالى نزل ايات قرانيه ذكر فيها اليمن. من انت الان لما تتكلم عن اليمن؟ يا ابن الشيلمي صلح الشماغ والعقال وطلب لك ربع مندي ولا انت ترزق الله من تفجر الحضارم. وانت شغلك انت عارف هنا وبعد بنت علي سالم صلح للبالطو ونزوج على فنان لبناني. انت جالك بعد اما تكلم باسم رجال اليمن باسم اهل سبا
واصحاب تعز واصحاب كذا، ايش دخل ابوك؟ احنا يمنيين مؤتمرين اصلاحيين جني عفري، احنا اخوان نتقاتل بس لا ترى كلام نقتلك. وهذا ايش دخل ابوك تتكلم بالتلفزيون باسم اليمن؟ انت رجال. الشيء بصراحه هذا يوم انت لابس مشتعات الحدود صار قاتل، افتخر بك، سجل مع التحالف قاتل. الخليج قدمه شهداء، اليمن قدمه شهداء من اجل حرب طائفيه وهي اسمها الشيعيه. هم يقولوا يقاتلوا من شان الشيعيه، يقاتلوا الشيعيه في اليمن. واما باسم تقسيم اليمن، اليمن يا حبيبي من قبل ما تخلق انت وابوك كان بنجلاديش وجدك مدري وين، بجدك كان بنجلاديش، قال ما يقول لك انت جنسيه كويتيه. واليمني يذكر قائد معركه، ما فيش يمني اصلا طلع اعلامي ولا فنان، قائد معركه من عهد محمد عليه الصلاه والسلام. مين كانوا عندكم بالخليج بنجلاديش يقبروا البنات الانثى يقبروها احياء من الفقر، وعندنا باليمن قائد ملكه سبا تحكم دوله الملكه سبا، لكن جدك بنجلاديش يقبروا الأطفال أحياء من الفقر. أقول يا مغلف يا شيرمي يا قليل الأدب والاحترام يا قليل الذوق، لا تتكلم باسم أسيادك، اليمن تاج راسك، ولا نفتخر بك تتكلم باسم بلادنا. وكذلك اللي يقصوا يعلقوا على شيرمي قال، شيرمي قال لا نشيش أسد يسمع النبح كلب. وأصحاب الكفرات الله يرحم والديكم، من أن جاءت الثورة هذه ومشاكل أصحاب يفهم علي وينشروا الشواء، يصلح التيار وتسلك بيده، ما يعمل صاحب السلاح خطوة وتعد النسخة، صلحوا اللساق التواير، صلحوا البنشرات، يعني شغلكم هو شغل نظيف، وقدسوا الوحدة عزيتكم، خليتكم رجال. هذه نصيحة لكم، كما رجع لكم عليه سالم يردكم عبد زي ما كنتم من زمان، عليكم اللعنة الأبدية.